السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام والرحمة شيخنا، ما هو حق صاحب الزمان وما هو تكليفنا أمامه؟ وليش بعض الخطباء قلة وقليلة يذكرون صاحب الزمان؟ أما اللي يذكر قليل فمسؤوليته على نفسه، أنا ما مسؤول عنه. اللي ذكر كثير عاشت إيده لأن سامع كلام السيد السيستاني وعلمائنا. عنده تعليمات ذاك اليوم صدرت قبل زيارة نص شعبان، روحوا اقروها sistani.org أولادي. تعليمات السيد مالت الخطباء، تعليمات السيد للمؤمنين في عصر الغيبة قبل نص شعبان 12-13 شعبان صدرت تعليمات. حق صاحب الزمان الحق الأول أنه إمام مفترض الطاعة من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ولي الأمر، هو القرآن الناطق، هو الثقل. الآن ثقلان شنو؟ الآن منو الثقلان؟ قرآن وصاحب الزمان يمثل الثقل الثاني. عترتي أهل بيتي، الآن ممثل العترة هو، لا يفترق عن القرآن والقرآن لا يفترق عنه. حقه السمع والطاعة، مفترض الطاعة. كن أسمع كلامه، كن أسمع كلامه، مو كون أني أتخيل من يمي ها هو هيك يحكي. هذا رأيي مو رأيه. أولادي كن نفتهم الدين من النبي ومن الأئمة، مو من آرائنا. من النبي ومن الأئمة، مو من آرائنا. وشلون أعرف إيش قايلين النبي والأئمة؟ أسأل السيد السيستاني ومن هو مثله. هاي بالله أني أشوف وأني أحلل، ماكو شيء. أكو قرآن وأكو نبي وأكو أئمة، والفقيه يفهم. ومن ما يقدر يوصل إلى نتيجة دا يقول مدى أقدر أوصل إلى نتيجة، أبقى ساكت أو أحتاط. تكليفك تجاه الحجة صير خوش أدمي. فطرة الله التي فطر الناس عليها. ترى الصح والغلط واضح أولادي، الصح والغلط واضح، والأخلاق الجميلة واضحة، وديننا دين العقل والأخلاق.